مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب كلكم تكونوا بخير. انا منال معاكم، صفحه منال هاند ميد اكسسوارز. ناس كتير بتسالني عن الشحنه هيجيلي شكلها ايه، التغليف عامل ازاي. فانا في الفيديو ده بس هستعرض سريعا كده ادوات التغليف معاكم. الحاجه بيبقى يعني انا ما بخرجش شحنه من عندي، انا اللي بغلف، فالحاجه ما بتطلعش غير بشكل يرضيني، وان شاء الله باذن الله يرضيكم. يعني بدل حاجه طالعه من عندي بحب وانا راضيه عنها، ان شاء الله باذن الله تنال اعجابكم. سريعا كده، دي العلبه الخاصه بالكوليهات، تمام. دي معموله مخصوص لينا، يعني احنا عاملينها مخصوص. محبناش نستسهل ونجيب العلب اللطيفه، لانها مش مناسبه خالص للكوليهات الاحجار الكبيره اللي احنا بنعملها، او اللي هي اللايرز الاكتر من دور. وكمان الحاجه ما توصلكيش سليمه، دي عن تجربه. العلبه بتتفتح بتتقلب، وشركات الشحن ما بتقبلهاش. فاحنا حاولنا ندور على متانه، حاجه جودتها كويسه، حاجه تفتكرينا بيها، هتبقى على التسريحه بتاعتك كل يوم الصبح. مثلا هتلبسي الكوليه، هتفتحي العلبه تاخديها وتيجي تحطيها تقفل، تمام. دي علبه الكوليهات، طبعا عليها اسمنا، اللوجو بتاعنا. طبعا بنحط حاجه جوه زي ورق بابلز او فايبر او كده، عشان ايه؟ في الشحن ما يترجش الحاجه برضو، وتوصل بالطريقه اللي احنا حابينها توصل لكم بيها. دي علبه صغيره، سبح بقى، اساور، يعني الحاجات الصغيره بتاعتنا، سبح اساور كده يعني. دي العلبه لو في خواتم تحط في العلبه. دي عاملاها مؤخرا للكيس القطيفه، مثلا اسوره وخاتم، سبحه مثلا فيها دلايه وشغلها كتير شويه، غاليه شويه، فبنعلي شويه قيمه الباكجينج طبعا، نحطها في الكيس القطيفه، تمام. عليه طبعا برضو اسمنا فيسبوك والانستجرام ورقم التليفون، ونحطها بعد كده في العلبه، تمام. في منها ما لقيناش الاسود للاسف، كان خلصان، فعملنا احمر وعملنا كحلي، قريبا ان شاء الله الاسود. الشنط بقى بعد طبعا من العلبه او كده نحط الشنطه. الوان مش موحدين لون، عشان لما بنوحد لون بنروح تاني مره منلاقيش اللون اللي احنا عايزينه. والخامات دلوقتي للاسف كل حاجه ناقصه ناقصه ناقصه، كل حاجه مفيش، حتى القطيفه الاسود ناقصه، ومش عارفين الخامه ناقصه، كل حاجه عندنا ناقصه. ودي الشنط الصغيره، يعني مثلا سبحه مثلا، تمام، احطها في العلبه، احطها في الشنطه، وممكن يسبقها ان انا بحطها في كيس القطيفه. طبعا بيبقى الوان ماتشنج مع بعض، يعني انا بختار الالوان بتاعت الحاجه. السبحه مثلا بختار اقرب كيس قطيفه ليها مع الشنطه دي. عندي الوان كتير طبعا غصب عننا، زي ما قلنا لكم، توافر الخامات. العلبه برضو نفس القصه، بحطها في الشنطه بتاعتي، وهكذا. شكرا.